اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. للأسف في أمور كتير جدا غايبة عن أمهات كتير. نبدأ بقى كده كأننا قاعدين مع بعض، تبصي تلاقي سلسلة شكاوي ما بتنتهيش. يلا بقى نبدأ كأننا أمهات قاعدين مع بعض. أنا ابني زنان طول الوقت، عمال يزن على كل حاجة عايزها. واحدة تانية تقولك أنا ابني عصبي، لازم طول الوقت يزعق ويتخانق ويضرب اخواته وي وي وي، وسلسلة الشكاوي اللي ما بتنتهيش. واحدة تانية تقولك ده انا ابني كداب، مهما احاول اعمل معاه برضه ما بيقولش الحقيقة ابدا. وغيرها بقى من سلسلة الشكاوي اللي ما بتنتهيش لما بنقعد كده كأمهات مع بعض، وتبدأ كل واحدة تفضفض مع التانية، وكل واحد بقى يبدأ يركز بقى ويشوف ايه الحاجات اللي مجنناه في ولاده. للأسف احنا فاهمين الموضوع غلط. انا على فكرة كمان واحدة من الناس دي، كنت فاهمة الموضوع دوت غلط. كنت متخيلة ان كل اللي ولادنا بيعملوه دوت اللي هو مجرد ايه، بيعندوا، بيحاولوا يضايقوني، مش اكتر من كده. لكن مع الوقت قدرت ان انا اعرف وافهم كويس قوي ان في حاجات تانية بتخلينا احنا بنفسنا اللي نخلق الاطفال او نخلق الصفات اللي موجودة في اطفالنا اللي مش بنحبها. تعالوا كده بالراحة نمسك كده حاجة حاجة من الحاجات اللي الأمهات بتشتكي منها. طبعا أنا مش هتكلم على كل حاجة، أنا بس هدي أمثلة. نبدأ كده نتكلم مثلا عن الطفل الزنان. مفيش حاجة بقى اسمها طفل زنان. الطفل الزنان ده احنا اللي بنخلق الطبع دوت أو الحاجة دي معاه ازاي. بيبدأ بقى الطفل يزن يزن ويلف ورايا، وانا عاملة نفسي بقى ايه، عبيطة ولا مركزة معاه. ويلف ورايا الشقة كلها وانا برضه عاملة نفسي مش سامعة، قال يعني انا كده مطنشاه، فهو لما هيزهق هيبطل زن. لا، انا المفروض ان انا انزل كده اقعد على ركبتي، علشان ابقى في مستوى الطفل واقدر ان انا ابص في عينيه، وابدا افهمه ان انا عارفه ان هو متضايق، وان انا فاهمه كويس قوي الحاله اللي هو بيمر بيها، واني عايزه اعرف بمنتهى الهدوء لان الزن مش هيجيب نتيجه. انت محتاج ايه؟ مجرد ان انتي تنزلي لمستوى الطفل وتتكلمي معاه وتحسسيه ان انتي مهتمه بيه، دوت هيبدا يكسر حاله الزن اللي هو فيه. انا بتكلم دلوقتي عن الطفل اللي بيزن علشان محتاج اهتمام، لان اغلب الزن بتاع الاطفال، الزن ده هتلاقيه في مرحله معينه. فالزن اللي موجود في المرحله دي بيبقى حاجتين: يا اما زن علشان تديله الحاجة اللي هو بيزن عشانها، يا اما بيزن علشان انتي مش مهتمة بيه، انتي طول الوقت مشغولة، يا اما بتعملي حاجة في الشقة، يا اما بتشتري حاجات ومش مركزة معاه خالص. فيلفت انتباهك ازاي؟ يبدأ ان هو يزن. مجرد بقى انتي ما عملتي اللي انا قلتلك عليه دوت، وحس ان انتي مهتمة بيه، وحس ان انتي مش مطنشاه، هيبدأ بالتدريج ان هو يهدى، وهتلاقي الزن دوت مع الوقت اختفى. طيب الطفل التاني بقى اللي هو بيزن عايز حاجة، احنا في السوبر ماركت وهو شبطان محتاج لعبة ولا محتاج مثلا حاجة معينة، وانا مش عايزة اجيب له الحاجة دي، شايفة انها مش مناسبة او فلوسها مش معايا. او ان هو مثلا في البيت ومحتاج حاجة معينة وانا رفضت الحاجة دي، فيبدأ ان هو يزن. سواء كنت في البيت او كنت بره، وبأكد على موضوع بره ده وتحط تحتيه 100 خط. ليه بقى؟ لان احنا للأسف بنقف كده وبنبدأ نبص للناس اللي حوالينا، ولو حد حوالينا بنبدأ بقى ان احنا نستجيب للطفل ده ونديله الحاجة علشان بس ايه، منظري قدام الناس، يعني اللي هو يقعد يزن بقى ويفرج عليا الناس. لا، انا انهي الموضوع ده كله واديله الحاجة اللي هو عايزها. مجرد ما عملتي كده، مبروك عليك الزن، مش هيخلص نهائي. بالعكس، عايزة اقولك بقى انه كل مرة مستوى الزن هيعلى اكتر من المرة اللي قبليها، علشان تبدأي تستجيبي للطلبات بتاعته. فانا لازم ابقى ثابته على موقفي، الحاجه دي لا يبقى هي لا. لو الزن علشان الطلب ده وانا رافضه، لازم افضل رافضه. مع الوقت لما يحس ان انت خلاص مصممه وان انت هتفضلي رافضه الحاجه دي، هتبصي تلاقيه هو نفسه بدأ يستجيب ليكي. بدأ مع الوقت ان هو خلاص عارف ان انا مهما زنيت دلوقتي الحاجه دي مش هتوصل، فخلاص انا هبدأ بقى اطلب الحاجه دي بشكل تاني، او ان انا هستسلم ومش هطلبها خلاص طالما انا عارف انها هتترفض. طيب نيجي بقى لحاجة تانية من الشكاوي بتاعت الأمهات: أنا ابني بيكذب طول الوقت، بحاول أنا أقول له بقى إيه، طب قولي الحقيقة، طب ركزي انت كده شوية وافتكري لو هو مرة قالك الحقيقة وفجأة كده اتصدم من الألم اللي نزل على وشه، ولا الشبشب اللي اتحدف في وشه. فهتبصي تلاقي انت في فرق،
في ام بتطمن وفي ام بتخوف. يعني انا لما طبطب مثلا عليه واقول له حبيبي طب قول لي الحقيقه، طب انا مش هعاقبك، مش هعمل حاجه، ويبقى تبقى انت قد كلمتك، اللي هو انا قلت انا مش هعاقب، انا قلت انا مش هضرب، ما بلاش بقى، ولا هنلوم ولا هنعاتب ولا هنضرب ولا هنعمل اي حاجه طالما انا وعدت، علشان تبقي في ثقه بينك وبينه. يبقى بعد كده يقدر ان هو يبقى مطمن، لما تقولي له قولي الحقيقه هيقول الحقيقه، وهيبدا بالتدريج، مش هيبقى فيه كذب. طيب نيجي بقى للطفل تاني، هنقول بقى ايه ده، انا ابني دوت بني ادم اناني، عايز كل حاجة ليه، عايز الدنيا كلها ليه. اولا لازم نبقى عارفين ان الطفل في مرحلة معينة بيبقى متخيل ان العالم كله ملكه، فلازم نحط النقطة دي في دماغنا. ولازم بقى نبقى احنا بقى ايه مهيئين الدنيا، اللي هو ايه، بلاش ابقى انا عامله زي مصباح علاء الدين، اللي هو بقى الطفل يشاور ويعني اؤمر بقى وانا هنفذ لك كل اللي انت عايزه. لا، طب ما هو بقى هيبقى اناني. ما انت لو جيتي بقى في الحته دي كل ما يشاور على لعبه او حاجه حلوه او اي حاجه هو عايزها وبتتجاب له، خلاص هو ليه هيفكر في غيره. لكن لما يعرف ان في حاجة ينفع تيجي دلوقتي وفي حاجة لازم تتأجل ايا كان السبب ايه هو، ولازم دايما نحط، بصوا 100 خط كده، لازم ابقى معرفة الطفل انا ليه هأجل الحاجة دي. لو انا مثلا مش معايا فلوس، لازم اعرفه اصل الفلوس دلوقتي مش موجودة، او الفلوس اللي معايا مش هتكمل ان انا اشتري اللعبة دي، او اللعبة دي مش مناسبة. ابدأ ان انا اعرفه السبب. مفيش حاجة اللي اسمها ايه لا هو كده يعني كده، لان للاسف الام المتسلطه بتولد طفل ضعيف الشخصيه، وترجع بعد كده تقولك بقى ايه، انا عايزه اشوف حد يعني يبدا يهتم لي بالموضوع دوت. طب ازاي اخليه واثق في نفسه، ازاي اخليه قادر ان هو يكون كده يتصرف في اي موقف يتعرض له. ما انا علشان اخلي ولادي يطلعوا للدنيا ويتصرفوا في المواقف اللي بيتعرضوا لها لازم اخليهم واثقين في نفسهم. الثقة في النفس ديت او الثقة بالنفس دي ايه هو مصدرها او بيستمدوها منين؟ مننا احنا. لازم طول الوقت نحسسهم ان احنا بنحبهم، ان احنا واثقين فيهم وفي قدراتهم، بلاش المقارنة، بلاش التقطيم طول الوقت. طيب نيجي دلوقتي لطفل تاني، هنقول مثلا في عندنا ايه تاني من الشكاوي. معلش علشان كان ايه في شكاوي كتير مبعوثة. في مثلا الطفل، في ام بتقول ان في طفل عبيط. مفيش حاجة اسمها في طفل عبيط، في طفل انتي قدرتي تديله مسؤوليات وادوار يقوم بيها، عودتيه ان هو يعتمد على نفسه فقدر يتصرف. وطفل تاني انتي طول الوقت معتمد عليكي، طول الوقت انتي اللي بتجري وبتتصرفي وبتعملي كل حاجة ليه، خلاص انتي مش مدياله فرصة، مش سامحاله ان هو يقوم بالدور بتاعه على قد سنه. يعني اديله مسؤوليات على قد سنه. هو ده اللي بنتكلم فيه. ما نرجعش نقول بعد كده ولادنا اصل ده عبيط مش بيعرف يتصرف، اصل ده لما بيتعرض للموقف الفلاني بيقف كده خيبة مش بيعرف يعمل اي حاجة. الموضوع دوت بيبقى عبارة عن سلسلة كده مربوطة ببعضها. ما ينفعش لو حلقة كده وقعت في النص احنا بقى هنضطر، ماشي كل حاجة في الدنيا بتتصلح، بس في حاجات بتاخد وقت كبير جدا. طب ليه نبدأ نبوظ ونرجع نصلح من الأول؟ وبعدين عملية البناء والهدم في الشخصية دي بتبقى من أصعب العمليات. فنحاول من الأول كده، يعني مش هنقول بقى نتعامل بالشوكة والسكينة ولا المسطرة، مش هنوصل للمثالية، ومفيش حاجة اسمها ان احنا طول الوقت بندور على المثالية، هنتعقد ونعقد ولادنا. طيب عندي مثلا في شكوى ان انا ولادي عصبيين طول الوقت، صوتهم عالي وبيزعقوا وبيتخانقوا مع بعض. ركزي كده شوية، عشان انا الكلام ده ساعات كتير بقوله لنفسي. يعني انا لما الاقي بنتي صوتها يعلى ابقى افكر كده اقول ده انا لسه في الموقف اللي قبل دوت على طول عمل معايا مثلا حاجة اخوها او اي حد في البيت، وبصيت لقيت نفسي صوتي عالي واتعصبت. طب ماشي، ما هو موقف على موقف، خلاص. اصل لازم نبقى فاهمين احنا ولادنا دول عاملين زي السفنجة بيشربوا كل تصرفاتنا. شوفي بقى انت عايزة ايه وعايزة تزرعي ايه جوه ولادك، وابدأي ركزي. واللي اقدر اقوله ان كل حاجه من او اي صفه مش عاجبانا في ولادنا لازم نركز كويس قوي ونرجع لنفسنا. ليه؟ لان احنا قدوه. يعني ايه قدوه؟ يعني احنا ولادنا هم مرايتنا. اي تصرف بتشوفيه في ولادك ارجعي لنفسك الاول وشوفي انت بتعملي التصرف ده ولا لا.
فاهم حاجة في الاول وفي الاخر قبل اي تصرف هنعمله ان احنا نكون قدوة حسنة. الحاجات اللي احنا عايزينها او عايزين نوصلها لولادنا لازم يشوفوها قبل ما يسمعوها. يعني ايه؟ يعني طول ما انا بتكلم طول الوقت في يجي مثلا 90% من الحاجات اللي بقول عليها مش هتتنفذ، هتقع. لكن الحاجات اللي بيشوفوها هتلاقي ان 90% منها هي اللي بتتنفذ. نركز كده في افعالنا. ويعني ان هنقول ايه بقى؟ نقول ان احنا لازم نكتر من الافعال ونقلل من ايه؟ من الاقوال. ربنا يحفظ ولادنا جميعا.